أعلن نادي الرجاء الرياضي رسمياً عن تعاقده مع لاعب وسط الميدان بيسار حليمي في صفقة جديدة تمتد لمدة موسم ونصف، في إطار سعي النادي لتعزيز تركيبته البشرية خلال المرحلة المقبلة. الصفقة أثارت اهتمام جماهير الرجاء، خصوصاً وأنها تتعلق بلاعب قادم من تجربة أوروبية متعددة، ما يفتح باب التساؤلات حول قيمته الفنية والدور المنتظر منه داخل الفريق. بيسار حليمي من مواليد 12 من دجنبر سنة 1994، ولد في مدينة فرانكفورت الألمانية ويحمل الجنسية الكوسوفية. تكون كروياً في مدارس ألمانية معروفة بالانضباط التكتيكي والصرامة البدنية، وهو ما انعكس بشكل واضح على أسلوب لعبه داخل الملعب. منذ بداياته الأولى تم توظيفه في وسط الميدان، المركز الذي يتطلب ذكاء في التمركز وقدرة على قراءة اللعب واتخاذ القرار في أجزاء من الثانية. يلعب بيسار حليمي أساساً في وسط الميدان، ويمكنه شغل دور لاعب وسط مركزي أو وسط ميدان هجومي حسب متطلبات المدرب وطريقة اللعب. يعتمد بشكل كبير على قدمه اليسرى سواء في التمرير أو في توجيه اللعب، وهو ما يمنحه أفضلية في بناء الهجمات وتغيير اتجاه اللعب بسلاسة. أسلوبه لا يعتمد على القوة البدنية أو الاندفاع، بل على الهدوء والتحكم في الكرة وربط الخطوط. من الناحية البدنية يبلغ طوله حوالي 168 سنتيمتراً ويزن قرابة 69 كيلوغراما، وهي بنية تمنحه توازناً جيداً وسرعة في الحركة، خصوصاً في المساحات الضيقة. ورغم أنه لا يعرف بقوته في الكرات الهوائية، إلا أنه يعوض ذلك بالتحكم الجيد في الكرة والتمركز السليم، ما يجعله عنصراً فعالاً في وسط الميدان. المسار الكروي لبيسار حليمي تميز بالتنوع والتنقل بين عدة دوريات أوروبية. بدأ مشواره في ألمانيا، حيث لعب في الفئات السنية وتدرج داخل أندية معروفة، قبل أن يمر بتجربة مع ماينتس وفرقها الرديفة، حيث اكتسب الانضباط التكتيكي وروح اللعب الجماعي. بعد ذلك قرر خوض تجارب خارج ألمانيا، فلعب في الدوري الدنماركي، ثم انتقل إلى الدوري اللاتفي، وخاض أيضاً تجربة في الدوري اليوناني، قبل أن يعود إلى ألمانيا من جديد وينهي مشواره الأوروبي بتجربة في الدوري البولندي. هذا التنقل بين دوريات مختلفة أكسبه خبرة كبيرة وجعله لاعباً قادراً على التأقلم مع أساليب لعب متنوعة، سواء تلك التي تعتمد على القوة البدنية أو التي ترتكز على الجانب التكتيكي. وهو أمر مهم لأي لاعب ينضم إلى فريق بحجم الرجاء الرياضي الذي يخوض مباريات قوية محلياً وقارياً. داخل الملعب يصنف بيسار حليمي ضمن اللاعبين الذين يعملون في الظل. لا يبحث عن الأضواء ولا يعتمد على الإحصائيات الفردية، بل يركز على خدمة المجموعة. يساهم في إخراج الكرة بشكل منظم، يساعد الدفاع على تجاوز ضغط الخصم، ويمنح الهجوم حلولاً إضافية عبر التمرير السلس والتحرك الذكي بدون كرة. يتميز بالهدوء تحت الضغط، وهي خاصية ضرورية في وسط الميدان، خاصة في المباريات الكبيرة والحاسمة. من بين نقاط قوته الأساسية الذكاء التكتيكي، دقة التمرير، والقدرة على الحفاظ على إيقاع اللعب. أما الجوانب التي يمكن تطويرها فتتعلق أساساً بالصراعات الهوائية والتسديد من خارج منطقة الجزاء، غير أن هذه النقاط لا تقلل من قيمته كلاعب وسط منظم. دوره الأساسي هو تحقيق التوازن داخل الفريق. انضمام بيسار حليمي إلى الرجاء الرياضي يأتي في فترة يحتاج فيها الفريق إلى لاعبين قادرين على ضبط الإيقاع ومنح الاستقرار في وسط الميدان. خبرته الأوروبية قد تشكل إضافة مهمة، سواء داخل أرضية الملعب أو على مستوى غرفة الملابس، خاصة بالنسبة للاعبين الشباب الذين يمكنهم الاستفادة من تجربته. العقد الذي يربطه بالرجاء يمتد لموسم ونصف، وهي مدة تضع اللاعب أمام مسؤولية كبيرة لإثبات نفسه في وقت قصير وكسب ثقة المدرب والجماهير. المرحلة المقبلة ستكون حاسمة، وسيكون الحكم الحقيقي على هذه الصفقة هو الأداء داخل الملعب وليس الأسماء أو التجارب السابقة. في النهاية بيسار حليمي يصل إلى الرجاء الرياضي كلاعب وسط بتجربة أوروبية محترمة، جاء ليخدم الفريق ويضيف التوازن والهدوء في وسط الميدان. الجماهير الرجاوية تترقب ما سيقدمه بقميص النسور الخضر، والجواب سيكون فوق أرضية الملعب، حيث تحسم كل الأسئلة وتكتب كل القصص.